صباح الخير. النهارده بقرا خاطرة جديدة في كتاب The Art of Thinking Clearly، والحقيقة الخاطرة جميلة وشائكة شوية، مؤلمة لكتير مننا، فيعني فكروا فيها معايا كده. الحقيقة الخاطرة اسمها Why You Should Forget the Past، وهو مسمي الخاطرة Sunk Cost Fallacy. ايه القصة؟ القصة ان غالبا لما حد فينا بياخد قرار في اي حاجة في حياته، relationship، financial decision، اي قرار، القرار ده غالبا بيكون فيه نوع من الانفستمنت، بيكون فيه نوع من الاستثمار. وكتير مننا بياخد القرار وبيبتدي انفست، let's say a relationship مثلا، تبتدي تحط فيها مجهود وبتبتدي تحط فيها فلوس وبتبتدي تحط فيها صبر، وبعد فترة تبتدي تحس ان الانفستمنت اللي انت بتحطه ده مش جايب همه، ايا كانت كانت اهدافك ايه. اهدافك تكون مبسوط، اهدافك ان انت تكون صداقة، ايا كان. وبعد فترة يبتدي عمال بيتكشف لك ان هو انا بعمل الموضوع ده ليه، انا مش مبسوط وشايف ان الموضوع مش ماشي، بس تكمل. النقطة بقى الجامدة اللي هو بيشرحها هنا، ان اغلبنا بيكمل. لو جيت سألتني كده او انا سألتك هو انت مكمل في الموضوع ده ليه، فتروح قايل I invested so much، انا من كتر الانفستمنت اللي انا عملته في الموضوع انا مش قادر ان انا اسيبه عشان هخسر كل اللي انا عملته ده. النقطة اللي هو بيقولها بقى في الخاطرة، بيقول ما انت اوريدي خسرته، ما انت اوريدي خسرته. انت المجهود اللي انت حطيته ده هيرجع، او الفلوس اللي انت حطيتها دي هترجع. طب ليه تضيع الفيوتشر بقى؟ هو انت متاكد ان انت ماشي في اتجاه غلط؟ طيب ضيعنا الباست، ليه نضيع الفيوتشر؟ فهو بيقول نقطه جامده جدا، ان الكونديشن اللي انت تعمل بيه اسسمنت هو ليس انت ان يو انفستد قد ايه. الكونديشن اللي انت تعمل بيه انفستمنت هو الفيوتشر بروسبكت بتاع الموضوع ده اخباره ايه. الموضوع ده ممكن يجيب ريزلتس في الفيوتشر تكون مرضيه بالنسبه لك، في بوتنشال يجيب ريزلتس في الفيوتشر. الموضوع لسه مش واضح بالنسبه لك، لكن لو الموضوع واضح ومحسوم، وانت بينك وبين نفسك وبالادله وبالراشونال بتاعك انت شايف ان الموضوع 100% خسران، تكمل ليه؟ بيقول بالظبط نفس الموضوع، ان انت بدات تقرا كتاب وقريت فيه صفحه واثنين وثلاثه وعشرة، انت مش مبسوط بالكتاب ومش عاجبك، يا عم اقلب يا عم خلاص. هتقول بس انا اشتريته وضيعت فيه وقت، ايوه طيب ماشي، طب بس هتكمل تضيع وقتك بقى؟ ما انت مش مبسوط. ما دام حاجه انت مش مضطر تعملها وبتعملها عشان تبقى مبسوط، لو الريزن اوف دوينج something مش موجود، واتس ذا بوينت ان انت تكمل فيه؟ بس بمجرد ان انا اي انفستد وان انا مش عايز اللي فات يروح. جايب نموذج لطيف قوي، بيقول كان رايح مع مراته السينما، فذي بيد $30 ودخلوا السينما والفيلم ما عجبوش، فقال لها يلا بينا، فقالت له هنضيع ال $30. قال لها ما ال $30 اوريدي ضاعوا، طب ليه اضيع ال $30 وضيع وقتي؟ الاثنين يضيعوا ليه؟ فهي فكره، على فكره فكره كويسه طبعا، هي مش بالسهوله دي. ويقول hang on to a lot of stuff، بس برضه بيقول نقطه حلوه قوي تانية، بيقول ان احنا كتير من اسباب ان احنا we hang on to something واحنا شبه متاكدين ان هي خسرانه، هو ان احنا مش بنحب منظرنا يكون وحش، مش بنحب نطلع غلطانين. ليه؟ لان انا لو ليتس سي فور اكزامبل عملت انفستمنت في شركه، وبعدين الموضوع طلع مش ظابط بعد فتره وبعد محاولات وتاكدت مش متسرع، and then I changed my mind، هيقول ما هو احمد، هيتقال ما هو احمد ما نجحش. ففكره ان احنا الفيدباك بتاع الناس يفرق معانا او شكلنا قدام الناس، ده ساعات بيكون ريزن ان احنا we don't take the decisions although ان هي ممكن تكون واضحه جدا بالنسبه لنا. عجبتني قوي الكلمة بتاعة الكتاب، ودي كنت سمعتها قبل كده من أحد القراء المتميزين اللي مشهورين إن هم ما شاء الله they're very good readers في الوطن العربي. كان قال الكلمة دي، يا باشا بدأت في كتاب والكتاب مش عاجبك، اقلب اقرا اللي بعده، ما تقعدش تضيع وقتك. العمر قصير قوي إن أنت تقعد تقدر نفسك على حاجة مش مستاهلة. فكرة لطيفة قوي، the sunk cost fallacy. وانا متاكد ان الايديا فيها تفاصيل اكتر، بس انا حبيت ان انا اقولها كده بشكل عام. واز يوجوال، يا ريت اللي عنده افكار معينه حوالين الفكره دي يكتب في الكومنتس. وشكرا جزيلا ونراكم على خير.